ديال جماعة المغرب جهزوا حالكم، كندا جاي تطلعكم نهار السبت. المغرب وكندا؟ كندا. شو يعني كوني ديال شو يعني؟ ايه ده؟ ايه ده بجد والله العظيم؟ ايه منتخب المغرب ده؟ 3-0 على كندا. قتلوهم يا رجل. المغرب تواصل كتابة التاريخ. المغرب تواصل كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم. يا ساتر يا المغرب، شنو هذه القوة، شنو هذه السطوة، شنو هذا الإبداع يا منتخب المغرب. خلاص المغرب لربع النهائي. احترموا عقولنا يا مغاربة. مش 1 ولا 2، دول بالثلاثة يا حبيبي، بالثلاثة. Kif خلاها Luis Enrique, madre mía, ¿de dónde sale esto muchacho? ¿De dónde sale el número 8? El número 8. اللي راهنوا على سقوط المغرب بالشوط الأول وينكم؟ بدي أشوفكم. هذا المغرب لا يسقط. هذول أبناء الملك محمد السادس لا يسقطون. وإيش قربك للويد يا كندا؟ وتبقى الأسود أسود وكندا كندا. المغرب يواصل كتابة التاريخ. والله أنهم فخر العرب، والله أنه منتخب ترفع له القبعة. المغرب بتفوز 3-0. أسود الأطلس بيعملوها وبيتأهلوا من الثمانية الكبار. ايه دول يا جدعان؟ ما بيأثرش فيهم حاجة خالص والله العظيم. ايه ده؟ دول مش طبيعيين والله، ما طبيعيين. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان؟ احنا المصريين شجعناكم مفيش فايدة، حسدناكم مفيش فايدة. المغرب الكبير يفوز على كندا ويحجز مقعده في دور الثمانية. بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب ووصول الأسود إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم، من الواضح كده بأن فوز المغرب بثلاثية على منتخب هولندا وتأهلهم إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم، الأمر ده مزعل ناس كتير النهاردة كانت مستنية المنتخب المغربي يخسر أمام منتخب هولندا ويودع بطولة كأس العالم. وواحد من الناس دي المعلق الجزائري حفيظ الدراجي اللي كل انتصار للمغرب بيزعله. حفيظ الدراجي الهدف قبل ما بيدخل في شباك منتخب هولندا أو منتخب كندا كان بيدخل في شباك المنتخب الجزائري، وكل كاره وحاقد على المغرب كان منتظر النهارده ان منتخب المغرب يخسر. حفيظ الدراجي قال لك هعمل مقارنه ما بين منتخب مصر وما بين منتخب المغرب. الدراجي بيقول لك اللي وصل له المغرب مش انجاز، لكن اللي وصل له منتخب مصر انجاز. ليه انجاز؟ منتخب مصر بالمناسبه حتى الان هو وصل للدور ربع النهائي، يعني ما تخطاش او وصل للدور دور ربع النهائي، لسه ما لعبش، ما تخطاش دور ربع النهائي. لكن المنتخب المغربي كسب مباراتين في الادوار الاقصائيه، والمدلسين والكارهين والحاقدين على المغرب لسه بيقارنوا ما بين المغرب وما بين منتخبات افريقيا. انا بقول لك بالمستوى ده المغرب ان شاء الله قادر ان هو يتغلب على منتخب فرنسا ويصل الى نصف نهائي بطولة كأس العالم. ألف مبروك للشعب المغربي والجمهور المغربي والجمهور العربي. كبيرة يا المغرب، أولادك كبار. الثالث 3 1 2 3 مغرب دور الثمانية. 1 2 3 مغرب دور الثمانية. 1 2 3 مغرب دور الثمانية. شكرا اخويا ابراهيم، والله يتدار احسن ماتش ديال ابراهيم. تعال ما تماركيش ودير لي كروس. رسميا المنتخب المغربي الى دور الربع النهائي عن استحقاق وعن جدارة. يا جماعة المغرب عم بتقدم متعة كروية تحس البرازيل 2002 أكلوهن أكل لكندا. منتخب المغرب بيستمر بكتابة التاريخ. لما يكون عندك حارس بقيمة ياسين بونو فما تخاف من شيء. بس انت توقعت 3، هي ال3. فرحة المغرب، فرحة الأسود، فرحة الأسود، فرحة الأسود، فرحة الأسود لدور الثمانية. ايه يا وناح الهدف العالمي ده واحد من اجمل الاهداف ومن اجمل الجمل اللي ممكن تشوفها.
لا 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 لا، هي ممكن تكون أذكى ركلة حرة مباشرة في المونديال لحد الآن. عينكم على اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وكأني كان رح يرفع الكرة أو يسددها، ولكن خادع الجميع ولعب تمريرة ولا أجمل إلى أوناحي. أوناحي بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد. أوناحي، انتهى الكلام. أفضل قاطع كرة، أفضل ممرر، أفضل صانع، أفضل مسجل. تبارك الله ما شاء الله عليك يا عز الدين أوناحي. أكبر نتيجة في الأدوار الإقصائية لمنتخب عربي في كأس العالم، 3-0 على صاحب الأرض والجمهور منتخب كندا. والله جنود اللي سواه المغرب، جنود. منتخب المغرب رايح لنهائي كأس العالم يا جماعة. هذا المنتخب الوحيد اللي تحس انه عنده ثقل في أرضية الملعب. هذا المنتخب الوحيد اللي تحس لاعيبته ما شاء الله تبارك الله، لاعبين خارقين جدا يا جماعة. المنتخب المغربي ما راح يوصل بعيد في كأس العالم. أنا مستغرب من البعض اللي يقلل من قيمة المنتخب المغربي. اليوم النحلة أوناحي قدم مباراة تاريخية ولسع المنتخب الكندي على أرضية ميدانهم، وكملها رحيمي وأطلق عليهم رصاصة الرحمة. على التوالي يصعد إلى دور الثمانية وبيثبت للعالم كله إنه هو طلع رابع عالم مش صدفة. حبيبي يا بونو يا عسل، يخرب بيت جمالك. المغرب ما يطارد التاريخ هو اللي يطارد المغرب، تاريخي وللتاريخ. منتخب المغرب يصبح أول منتخب عربي يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة عبر تاريخ كأس العالم. تأهل منتخب المغرب بيبين لك ان 22 ما كانتش بالصدفة لما المغرب وصلت لنص النهائي. المغرب بيستمر في كأس العالم لحد دلوقتي الى الدور الثمانية. حزين جدا طبعا على اسماعيل سيباري هداف المنتخب المغربي على الإصابة بتاعته، ويا رب تطلع إصابة بسيطة ويلحق الماتش الجاي. طلعوا على كندا، على كندا، فازوا على كندا يا رجل. المغرب ربع النهائي، ربع النهائي المغرب، ربع النهائي المغرب يا رجل، قسما بالله ربع النهائي المغرب. والله قتلوهم. المغرب للتاريخ، المغرب. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه العظمة والجمال والإبداع اللي بتعملوه في الملعب ده؟ ما بيحصلش فيكم حاجة. الله أكبر بجد والله العظيم، الله أكبر عليكم. إيه ده يا جدعان؟ ولا بونو؟ أقسم بالله يعني نص قوة المغرب. جماعة، فوز وانتصار منتخب المغرب على منتخب كندا وتأهل الأسود إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم تسبب في صدمة للإعلام الجزائري وكل الكارهين والحاقدين على المغرب. النهاردة لما تشوف مستوى منتخب المغرب أمام منتخب كندا في الشوط الأول مش أفضل حاجة، وبأن منتخب المغرب أداؤه مش مقنع، وتشوف فرحة الجزائريين وبعضا من المصريين كانوا معتقدين بأن المغرب هيفضل الأداء سيء وبأن المغرب هيخسر المباراة. لكن أنا قلتها وهفضل أقولها طول الوقت وما عنديش مشكلة نكرر الكلام ده أكتر من مرة. إياك تفتكر بأن المغرب المستوى سيء هيخسر المباراة أو الأمور هتبقى سهلة لأي منافس. النهاردة المعلق الجزائري حفيظ الدراج بيعيش صدمة كبيرة جدا بعد فوز المغرب على كندا وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم. المغرب تأهل إلى ربع النهائي وهناك حالة من الصدمة تسيطر على الإعلام الجزائري. حالة من الصدمة تسيطر على الإعلام الجزائري. ليه؟ لأن الجزائر خرجت بفضيحة أمام منتخب سويسرا. حفيظ الدراجي قال لك خلاص مش هينفع نقارن ما بين المغرب وما بين الجزائر، فنعمل إيه؟ نطلع نقول إن المغرب أفضل من مصر، وبإن المغرب طريقه أسهل من مصر، وبإن المغرب هيعمل إنجاز ما قدرش يعمله المنتخب المصري، أو المصر هتعمل إنجاز ما قدرش يعمله منتخب المغرب. طب انت مصر بتكسب استراليا 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية. مصر بتكسب استراليا بركلات الجزاء، والمصريين نفسهم عارفين الكلام ده كويس. فين انجاز مصر؟ فين اللي احنا عملناه؟ انا كمصر بقول لك اللي احنا عملناه كمنتخب مصر
ده شيء مش إنجاز مقارنة بالمغرب، مش إنجاز أبدا. الإنجاز اللي بيعملوه المغاربة واللي وصل إليه المغرب ده اللي هو إنجاز، لكن اللي احنا بنعمله كمنتخب مصر لا إنجاز ولا يعرف عن الإنجاز أي حاجة. أي منتخب منظم، أي منتخب يقدر يعمل اللي احنا عملناه، لكن مفيش منتخب في القارة يقدر يعمل اللي عملوه الأسود، يقدر يعمل اللي عمله المنتخب المغربي. النهارده المغرب بيكتب تاريخ جديد. المغرب بيرد على كل المنتقدين وكل المشككين اللي كانوا بيقولوا ان المغرب مش هيذهب بعيد في بطولة كأس العالم. طب ايه رأيكم دلوقتي في المغرب؟ ايه رأيكم في اللي عمله المنتخب المغربي؟ انتوا فين يا مصريين وفين يا توانسة وفين يا جزائريين بعد اللي انتوا شفتوه من المنتخب المغربي؟ ما تطلعوا تقولوا كلمة الحق، اطلعوا قولوا بان المغرب هو فخر العرب، اطلعوا قولوا بان ده المنتخب الوحيد اللي احنا بنتشرف بيه كعرب هو المنتخب المغربي. دي حقيقة. منتخب المغرب لا بيمتلك كوكبة من النجوم. منتخب المغرب بيمتلك كوكبة من النجوم. منتخب المغرب منتخب قوي ومنظم، وهيواجه منتخب فرنسا فعلا تمام، ولكن مش خايفين على المغرب أمام فرنسا. مش خايفين على المغرب أمام فرنسا. فرنسا النهاردة كسب باراجواي بالعافية، كسب منتخب باراجواي بالعافية بصعوبة شديدة جدا. هدف من ركلة جزاء سجلها مبابي. والمغرب مش أقل من باراجواي عشان يعمل مباراة كبيرة أمام منتخب فرنسا. فاوعى تقول لي ان المباراة اللي جاية مباراة مضمونة لمنتخب فرنسا، لا، المباراة 50-50 والمغرب يقدر يفوز وفرنسا تقدر تفوز. فالمباراة مش محسومة، ومفيش مباراة في كرة القدم محسومة. انت بتتكلم عن المغرب، منتخب قوي ومنتخب كبير ومنتخب بيمتلك شخصية رهيبة، عنده القدرة ان هو يعمل نتيجة عظيمة امام منتخب فرنسا ويتأهل الى الدور القادم، ويتأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم. مع المغرب مفيش مستحيل، وافتكر الجملة دي كويس، مع المغرب مفيش مستحيل. ديما مغرب. اشوفكم في فيديو جديد.